كان ياما كان في حارة بسيطة من حواري مصر، كان فيه ولد صغير اسمه آدم، عايش مع أمه الكفيفة. ما شافش أبوه وما حدش عمره سأله عنه. أمه كانت دايما تقول له: يا ابني، النور مش في العين، النور في القلب. وكان هو يرد وهو بيحضنها: بس أنا نفسي تشوفي النور بعينك يا أمي. من صغره نضج قبل أوانه، نزل يشتغل وهو عنده 8 سنين، يبيع مناديل، ينظف عربيات، يلم بواقي الخضر من السوق. الناس كانت تشوفه وتسكت، لكن ما حدش كان يعرف إن كل قرش كان بيجمعه كان بيخزنه عشان يعالج أمه. عدت سنين، كبر آدم، وشعره اسود وطال، وصوته بقى خشن زي الرجال. وفي يوم سمع عن دكتور كبير جاي من ألمانيا بيعمل عمليات معقدة للعيون في مستشفى خيري. راح يجري وهو شايل ملف صغير فيه كل الفلوس اللي جمعها طول عمره. الدكتور قال له: فرص النجاح مش مضمون، بس نحاول. آدم بص في وش أمه وقال له: طول عمري بستنى اللحظة دي، جرب يا دكتور. دخلت أمه العملية، وقعد آدم بره الباب يدعي، قلبه بيخبط وإيده بتترعش. وبعد ساعة خرج الدكتور وقال: العملية نجحت، بس هنعرف النتيجة بعد 3 أيام. 3 أيام كأنهم 3 سنين، كل لحظة فيهم كانت نار. وأخيرا شل آدم الضماد من على عيون أمه وقال لها: شايف؟ وساعتها عينها دمعت قبل ما تشوف، وبعد ثواني بصت له وقالت: انت ابني اللي كنت بحس به من غير ما أشوفه. حضنها وقال لها: أنا رجعت لك النور عشان انتي كنتي نوري وأنا عايش في الظلم. شرطة شرطة شرطة، مش لازم تبقى غني عشان تدي، ومش لازم تبقى دكتور عشان تنقذ. كل اللي محتاجه قلب صادق وعين شايفة غيرها، حتى لو